صفة تغسيل الميت. فيديو مهم جدا جدا يا جماعة. شوف الفيديو وشوف ازاي بنغسل الميت وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات المسلم وجب على جماعة من المسلمين أن يغسلوه، وهذا فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل. من غسل مسلما وكتم عليه غفر له 40 مرة، وفي رواية غفر له 40 كبيرة، بشرط أن يخلص لله وأن يكتم على الميت ولا يفشي سره. وضع الميت على خشبة الغسل، ثم بعد ذلك ستر الميت من السرة إلى الركبة لأنها عورة. تليين المفاصل هكذا هكذا هكذا، ويبدأ بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر. تليين المفاصل، ثم بعد ذلك تنجية الميت، أنه يرفع بيده رأس الميت، ثم بعد ذلك يمسح على بطنه مسحا رقيقا. لماذا؟ حتى لو إذا كان هناك شيء متهيئا للخروج يخرج، لأن أعضاء الميت مسترخية حتى لا يخرج شيئا في الكفن، فيمسح على بطنه مسحا رقيقا. ثم يضع المغسل خرقة على يده اليسرى وينجي الميت، ولا ينظر إلى شيء، فيدخل يده وهو يمسح، ومع صب الماء الكثير يغسل القبل والدبر. ثم بعد ذلك هذه الخرقة التي غسل بها يستبعدها هكذا. ثم بعد ذلك يوضئ الميت، يبدأ الكف الأيمن يغسله، ثم بعد ذلك الكف الأيسر يغسل الكفين، ثم يأتي بقطنة مبللة ويمضمض ويغسل ويمسح بها أسنان وشفتي الميت وفمه، لا يدخل شيئا من الماء، ثم يرمي هذه القطنة في كيس أو شيئا من ذلك، ويأتي بقطنة أخرى ويبللها بالماء، ثم يمسح بها أنفه وهي المضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ كفا من ماء ويغسل وجه الميت 3 مرات، ولا يدخل شيئا في فمه ولا في أنفه. ثم بعد ذلك يغسل يده اليمنى من الأصابع إلى المرفق 3 مرات، ثم يده اليسرى من الأصابع إلى المرفق 3 مرات، ثم يبل يديه ويمسح على رأسه ويمسح أذنيه، أو إن كان فيها شيء يأتي بالقطنة أيضا مبللة ويمسح الأذنين. ثم بعد ذلك يغسل القدم، الرجل اليمنى مع الكعبين، ثم يغسل رجله اليسرى إلى الكعبين كما هو في الوضوء، كما أن الحي يفعل. ثم بعد ذلك يغسل الميت بالماء القراح، الماء الذي ليس فيه صابون ولا كفور ولا سدر ولا أي شيء، فيغسل رأسه بالماء ووجهه، ثم الجانب الأيمن وكتفه الأيمن والصدر، ثم بعد ذلك رجله اليمنى، ثم بعد ذلك يضع رجله اليمنى على رجله اليسرى من أجل أن يغسل ظهره من الجانب الأيمن، ويصب الماء على جنبه وعلى ظهره من الناحية الجانب الأيمن، ثم يعيده مرة ثانية، ثم يرفع رجله اليسرى ويأخذ بيده هكذا ويغسل ظهره وكتفه والجانب الأيسر إلى الرجل. هذه هي المرة الأولى في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يغسل بالماء والصابون، ويجيب الليفة مثلا وبالماء والصابون ويغسل الشعر والوجه، ثم يغسل بعد ذلك أيضا الكتف والصدر والجانب الأيمن والرجل إلى الرجل، ويغسل أيضا القبل والدبر وبين رجليه، ثم يضع كما فعلنا، يضع رجله اليمنى ويغسل ظهره، ثم يأتي بعد ذلك ويغسل الكتف والصدر وظهره من الجانب الأيسر، ثم رجله، ثم بعد ذلك يغسل هذا الصابون بالماء، تكون هذه هي الغسلة الثانية. ثم يأتي بماء ويضع عليه كفور أو سدر أو شيئا من كفور، اجعلنا في آخرهن كفورا يكون رائحته طيبة، فيخلط على الماء كفور، ثم بعد ذلك يغسل الميت مرة ثالثة بالماء والكفور رأسه ووجهه وصدره ويديه وظهره من الجانب الأيمن إلى رجلاه، ثم يبدأ بعد ذلك بالجانب الأيسر بالماء والكفور وظهره ورجلاه حتى ينتهي من الغسلة الثالثة. غسل الرجل مثل غسل المرأة، إلا أن المرأة لو كان لها شعر تضفر 3 ضفائر، قرنيها تجعل 3 ضفائر، ضفيرة من الأمام وضفيرة من الجانب الأيمن، ثم يلقى خلفها.
إذا احتاج إلى أكثر من 3 يغسلها 5 أو أكثر من ذلك 7 كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم أيها المسلم، لأن الذي غسل النبي أهله، وهم أولى أن يغسلوا الميت. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة فيديو مهم جدا جدا جدا. انت لازم تعرف تغسيل الميت. افرض مثلا لا قدر والدك توفى، اخوك توفى، ليه تدخل عليه حد غريب، او ليه تدخل عليه حد يغسله غلط، او ليه تدخل عليه حد يفضحه، وانت نفس النظام. اتعلمي الغسل، ما تدخليش على امك حد غريب، انت اللي تغسليها، انت اللي تغسلي اختك. يا جماعه الامور دي مهمه جدا جدا، لان في ناس ممكن تخش تحط سحر مع الميت، في ناس بتطلع تفضح اسرار الميت. فاحنا نتعلم الغسل بنفسنا. وطبعا يا جماعه المراه الرجل بيتكفن في 3 درجات، ونحتاج 5 أو 7 بيتحط له على حسب الحاله، لكن المراه بتتكفن في 5 درجات اللي هم القماشات، يعني القماش، أو 7 قماشات. بارك الله فيكم وأصلح حالكم. ويا ريت يا جماعة نشارك الفيديو ده. وطبعا جزاه الله خير هذا الشيخ اللي شرح هذا الفيديو، ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.